مطلقات من الكويت طالبين شباب مصري للجواز. هتتجوزك وهتنغنغك وهتاخدك بشنطة هدومك وهتعيش معاها في بيتها وليك كل شهر مرتب. مطلقات عارضين نفسهم للجواز على جروبات في فيسبوك، وشرطهم الوحيد تكون مصري وطويل وقمحاوي. ايه بقى حكاية جروبات مطلقات الكويت ده على الفيسبوك اللي بسببها طلعت وظيفة جديدة أول مرة نسمع عنها، وهي الخطبة الأونلاين؟ وليه الشباب المصري بالذات اللي عليهم طلب الفترة دي؟ وإيه قصة إن كل اللي بتدور على عريس أو اللي بيدور على عروسة يدخل يدور عليها على الجروبات في الفيس اللي منتشرة بشكل غريب الفترة دي؟ من كام شهر ظهر جروب على الفيسبوك الشباب في مصر كانوا بيبعتوه لبعض، اسمه مطلقات كويتيات، ووصل عدد الأعضاء فيه لأكتر من 100,000 عضو، وبيزيد كل يوم بالمئات. ومن بعده ظهرت جروبات كتير بنفس العنوان أو بنفس المعنى، وده بعد ما الدينار الكويتي كسر 120 جنيه مصري، بقى الإقبال عليه تاريخي طبعا. لما تدخل على الجروب هتلاقي بوستات من أكونتات بصور بنات من الخليج عارضين نفسهم للجواز، بالأخص من المصريين وأكترهم من الكويت، وكل بوست منهم عليه الشروط المطلوبة في العريس، واللي اتفاعل معاها كتير من الشباب في مصر وانتشرت بشكل كبير. وبدأ كتير منهم يدخل يدور على الشروط المتوافقة معاه ويبعت صورة لصاحبة البوست على الخاص. المفاجأة كمان إن في شباب بتحكي في الكومنتات عن تجربتهم عن الزواج من بنات من الخليج، وإن الموضوع ده جميل جدا وحلو، وإن الستات الخليج وبالأخص الكويتيات بتدعم الشباب المصري وبتقف جنبه لحد ما يقف على رجله. وبدأت الناس تسأل هل فعلا الجروبات والبوستات دي حقيقية، وإن ممكن حد يتقدم لواحدة لو فيه المواصفات المطلوبة ويتجوز منها؟ الحقيقة إن ده مش صح، ومفيش عروض حقيقية للجواز من كويتيات مطلقات زي ما اسم الجروبات مكتوب عليها، وأغلب الشباب المصري اللي على الجروبات دي عارف كده كويس، لكنهم خدوا الموضوع في سكة الهزار والضحك، في محاولة منهم للهروب من الواقع الصعب اللي بنمر بيه والمشاكل الكتير اللي في البلد والبلاد اللي حوالينا من حروب. فبيفش زهقه في إنه يكتب بوستات زي دي أو يدخل يكتب كومنت على البوستات دي. ولو بتسأل ليه الجروبات دي مكتوبة للجواز من مطلقات كويتيات بالذات، فاللي كتبها اختار الكويت لأن عملتها عالية، وجوه كمان في البوستات ما اكتفاش بالكويتيات، لو دخلت هتلاقي سعوديات ومن كل الخليج، عشان معروف إن الدول دي دخلهم كويس وإن أهلهم مبسوطين ماديا. الغريب بقى إن في شباب مصري بالفعل بيصدق الكلام ده وبيكتب في جروبات تعارف كتير، وبيبقى حلمه يلاقي عروسة خليجية، وبيعرض نفسه كمان للجواز على الجروبات دي اللي بيبقى أغلبها كذب. لكن الفكرة نفسها موجودة، وفي شباب مصري كتير متجوز بنات من الخليج وحياتهم ناجحة جدا، وده بيكون بعد ما بيشوفوا فيهم جدعنة ولاد البلد والأصل المصري وبيطمنوا لهم، فبيختاروهم يكملوا معاهم حياتهم. لكن ده بيكون عن طريق التعامل معاهم، مش عن طريق الجروبات أكيد.